مسا يا اخويا، تسلموا لي على 1000 مشترك حرفيا في 48 ساعه. انا فاكر في قناتي الاساسيه ال 1000 مشترك ده جبتهم تقريبا في شهرين. فيا ريت تتفرج على الفيديو ده للاخر عشان تدعم القناه. وعلى فكره والله العظيم الانمي ده جبار، محدش عمله. جايب لك ساعه ل 10 من الابداع، من بطل بينتقل لعالم تاني خالص، من رومانسيه موجوده، من اكشن، من اثاره، من كل حاجه. الانمي مجمع لك من كل حاجه حرفيا. اصل تخيل كده معايا، كل واحد فينا على فكره عنده امنيه ممكن يخش حرب علشان يحققها اساسا، او يخسر اي حد اصلا عشانها. زي بطلنا اللي كان نفسه ينسى كل حاجه في حياته اساسا وينتقل لعالم جديد خالص، ومره واحده كده بيظهر له روبوت غريب. بقول لك ايه، نفسك تنتقل لعالم تاني؟ هنقلك بس بشرط مش هتبقى فاكر اي حاجه من العالم بتاعك الاساسي او انت مين او اي حاجه تخص حياتك الشخصيه. شيل اشيل؟ انا متاكد ان انت عايزني امسح لك الذاكره بتاعتك. ذكريات طفولة ايه وناس ايه وجيران ايه. شيل يا ابني، مين عايز يفتكر العالم الزباله اللي كانت في حياتي دي؟ دلت يا ابني يلا في 60 ده. وهي دي قصتنا النهارده من بطلنا اساسا اللي عايز يحقق امنيته ان هو اصلا يفتكر اي حاجه من حياته او الماضي او هو مين اصلا. مع ان اصلا هو اللي حاول يهرب من العالم بتاعه الاساسي، وبعد ما بيروح للعالم الجديد بيحاول بقى يفتكر بقى من اول وجديد ويرجع للعالم بتاعه الاساسي. وده طبعا عشان هو ما يعرفش اي حاجه ولا عارف ان هو بذات نفسه اللي قرر ان هو ينسى. ايه الرغي ده كله؟ يلا يا ابني خش في الانمي يا ابني. البت دي هي ساكورا، وعلى فكره عندها امنيه اساسا اغرب من الامنيه بتاعت بطلنا اساسا. ومره واحده كده بينتقل بينا المشهد لواحد اسمه تريوتو، ونقول عليه تيريو كده عشان ننجز. والواد غلبان جدا على فكره، وبيصحى كده فاقد للذاكره ومش فاكر اي حاجه، هو فين ولا انا مين ولا اي حاجه مش عارف. وبينتقل بينا كده المشهد تاني، ومعلش استحملني شويه، هي كده بدايه الانمي غريبه في مكان غريب كده. بنت قاعده على جهاز، وراجل كده بيقول لها الملك بيدور على قربان جديد، وبتظهر كده عملات كتير جدا. وفي واحد بيقول له طب احنا كده هنبدا من الاول يا بص ولا هنعمل ايه بالظبط؟ وبنرجع كده لسكورا، وبتجيلها رساله من النظام علشان تعلن اشتراكها في خلال اسبوع، وبتقول ان هي لازم تلاقيه في اسرع وقت. وبتمشي كده من مكانها وبتسرق كده حاجه من واحد وبتجري وهو بيجري وراها. وهات الكيس يا بنت الحراميه، انا ما سرقتكش، ده بتاعي. بتاع مين يا بنت الكلب؟ انت لسه واخداه من ايدي. ما هو مجهودي، ما سرقتي فبقى بتاعي. اقنعتني الصراحه. وفجاه كده بيطلع بطاقه بتنور كده وبيوقعها، بس هي بتطلع نينجا معاها بطاقه اصلا بتفعلها هي كمان، وبتعمل درع حواليها وبتجري منه تاني كده. بس بيظهر واحد كده قدامها اللي هو التريوتو او التريو، وبيمسكها كده بحركه جنتلمان. يا ابني جنتلمان ايه ونيلة ايه يا ابني؟ ساعتها طيب ان هي تهرب الاول. والمشكلة هنا اللي بيقع من التريو ده كيس أكل، والراجل التاني الكحيان ده بيدوس عليه وبيجري كده وراها، بيتخانق كده مع الواد التاني وبيفضل كده يدوس على الأكل. فبيروح التريوتو كده يوطي على الأكل أساسا في حركة بتاعت سانجي كده من انمي وان بيس أساسا. ويقول له الأكل ده على فكرة دلوقتي بيعيط، مش كان في ناس غالبا كان ممكن تاكله. فالواد التاني ده بيبهد وبيقول إيه ده، هو في إيه ده، مجنون ده ولا إيه؟ وبيطلع كده سكينة ولسه هيضربه كده، بس التريوتو هنا بيطلع كارت بيقدر يقطع السكينة بكل سهولة. وبيظهر كده كائن ضخم من ورا التريوتو كده. ايه يا اسطى، ده شبح ده ولا ايه؟ يلا اتفضل بقى، انت مش كنت عايز تهاجمني؟ يلا اتفضل. يغمى عليه كده من كتر الخوف، وبتعتذر له كده سكورا انا اسف على الاكل بتاعك، تعالى اجيب لك اكل بداله. وبيقعد ياكل كده وهي بتتكلم كده معاه، وبتتفاجئ كده ان هو حمار اصلا مش فاهم اي حاجه عن اللعبه اللي هي اصلا اساس الانمي هنا اساسا، فما بيفهمش اي حاجه. وده طبعا زيك يا صاحبي، انا لسه ما تخافش افهمك كل حاجه في الانمي. فبتاخده في حته فاضيه كده لوحدهم وصف النيه يا ابن خالتي، وبيقف كده في الحته الفاضيه دي وبتعمل طلب للمعركه، وبيبني كده حواليهم صورة عبارة عن درع كده عشان يقدروا يقاتلوا بعضيهم، وهم كده هيخشوا في معركة ببطاقات. الانمي ده بيفكرني بحاجة، مش عارف الافكار دي انا شفتها فين قبل كده. وتفهموا كده ازاي المعركة دي بتدور والحوارات بتاعتها، وان هو بيبقى معاه 40 بطاقة للقتال بيهم، وبطاقة واحدة اللي هي مستوطنة، وان دي اصلا بيكون مفتاح الفوز بتاعه واساس المعركة. والطريقة بتاعت تفعيل كده العدسات الكاشفة عن طريق ان هو يرمش مرتين، وبتبقى كده سكورة بتستدعي المساعدة بتاعتها واللي هي اسمها اصلا يورا. فمش بيسكت كده بطلنا، وهو انت بتهدديني طيب ولا ايه؟ وبيستدعي كده هو كمان المساعده بتاعته بلوم، هو اصلا مش عارف اي حاجه، ماشيه كده معاه. وقبل كده ما تبدا المعركه سكورا كده بتقول له بقول لك ايه يا اسطى، انت اسمك إيه؟ انت ما قلتليش. بقول لها كده ان انا اسمي تيروتو، وعلى فكره انا مرتبط، علشان لو بتفكري في اي حاجه. بس هو انا مش فاكر بالظبط، بس اكيد واحد في جمالي مش هيتساب يعني، فاكيد اكيد اكيد انا مرتبط. ما شاء الله ما شاء الله، عضلاتك مقوية قلبك.
اجري. وبتبدا كده المعركه وبتشرح له كده ازاي يرمي اصلا الوحوش، فبيفهم كده وبيرمي البطاقه علشان يسحب كده البطاقه اللي بعديها، وبتبدا كده تشرح له ازاي يهجم وتسحب كده هي وبتهجم على البطاقه، وبيجي كده دوره فبيسحب كده 3 بطاقات وبيهجم هو كمان، يلا ان شاء الله محد حوش. فبتتحمس كده سكورة ان هي بتخسر نقطتين اصلا في مره واحده، فبتقول له كده شكلك كده بتعرف تلعب يا اسطى، انت ايه بتضحك عليا ليه؟ فبتستخدم كده 5 بطاقات بتؤمر كده ايورا ان هي اصلا تقضي على كل حاجه قدامها اساسا، ويبدا كده يتغير شكل ايورا كده، وبيتغير كده شكل المكان اللي حواليها كمان، وبتظهر اسلحه من ورا سكورة. انت زعلك وحش ليه قوي كده يا بنتي؟ وبتهجم كده بايورا مع البطاقه بتاعتها وبتدمر بطاقته كده، وبتقول له بقول لك يا اسطى استخدم كده المستوطنه بتاعتك، ويبقى طبعا قصدها على بلوم، ويبص كده تريوتو كده على بلوم، وفجاه كده بيفتكر ذكريات كده قديمه جدا، وبيبقى كده شايف بلوم وبيفوق تاني كده، وبيبدا يلعب اللعب الحقيقي بقى، وبيجي له كده احساس جواه كده ان هو اصلا ازاي يلعب، وبيسحب 3 بطاقات. بتضرب كده سكورة على نقاط حياته وبتقول له في نقطه مميزه بعلامه جمجمه كده، وبيسمع تريوتو كده الصوت جواه كده، وبيقول له بقول لك يا صاحبي انت ناوي كده تخسر ولا ايه؟ ايه ده انت مين؟ مش مهم دلوقتي، المهم تلعب عدل، انت لازم تهزم الملك. ايه الهبل اللي انت بتعمله ده؟ ملك مين اصلا؟ الملك اللي انتوا عمالين تحكوا عليه ده اساسا. فبيقول كده تريوتو لسكورة انا لازم اقتل الملك، بيغطي وشه كده وبيقول انا اسف على التاخير يا بلوم، يلا نبدا يا سكورة. بيسحب 5 بطاقات كده وبيهجم ببلوم كده، وشكلها كده بيتغير، وبيستخدم كده بطاقه المستوطنه وبيتغير شكل المكان، وبيظهر التماثيل كده شكلها مرعب جدا، وبيهجم كده ببلوم مع تفعيل قدراتها. او تستغرب ساكورا كده ايه الواد المجنون ابن المجنونه ده كان من سنتين اصلا ما بيعرفش اي حاجه ومش عارف يمسك البطاقه، يجي هو يعلم عليا دلوقتي. وبيجي كده دورها فبتستخدم كده كل قوتها حرفيا، بس هو بيضحك وبيستهين بيها اصلا، وبتستدعي كده ساكورا بطاقه زوفيا عشان تهجم كده على بلوم، ولكن تريوتو هنا بيستخدم اصلا بطاقه بتقوي كده بلوم، وبيقدر كده يهزم زوفيا بكل سهوله، وبيستدعي كده بطاقه وبيخليهم كده يهجموا على ساكورا ويسبب لها كده ضرر عالي. وساكورا هنا تستخدم اخر بطاقه اصلا معاها، وبتحاول كده تهجم عليه، بس على مين؟ ده الملك يا جماعه، ملك اللعبه حرفيا الجديد، وبيقدر كده تريوتو كده يلغي الهجوم، وبيهجم هو كمان، وفعلا بيدمر كل البطاقات ويقدر كده يهزم ساكورا. فساكورا كده بتقول له انا حلو كده، انا كده لقيت فعلا اللي يعرف يهزم الملك. ايه الصدفه الرايقه دي؟ الواحد بيبقى بيجري كده بيسرق حبه اكل وحاجات كده من الناس، واتكعبل في واحد يقدر يهزم الملك. ايه الصدف دي؟ وبيعلن الموزع كده في وسط تريوتو كده، وتقرر كده سكورة ان هي تعزمه اصلا، لان الاكل بتاعه اصلا باظ بسببها. بص يا عم تريوتو هساعدك في انك اصلا تهزم الملك يا عم، يلا زق، بس انا عندي امنيه وعايزاك تساعدني فيها. يقول لها هفكر حاضر. ولسه يمشي كده سكورة بتقول للموزع كده ان هو يسجل التريوتو اصلا، وبكده يبقى متحدي الملك بشكل رسمي، وعلشان تواجهه اساسا لازم تفتح القلعه بتاعته بالمفتاح اللي هو بيجي اساسا من خلال تجميع النقط والبطاقات اللي انت هتجيبها من القتالات اللي انت هتفوز فيها. والتريوتو كده بيقول لها بقول لك ايه انا عايز بقى منك طلب دلوقتي، ما تعرفيش بيتي منين؟ وينتقل كده بين المشهد لراجل غريب اصلا، وبيقول الحمد لله جبرت كده يا اخوانا اللي انا مستنيه ظهر اخيرا. وبنرجع لساكورا كده وبيكون جابت له اكل اصلا زي ما قالت له، وفعلا بتديله الاكل، وبيكون كده تريوتو عايش جوه خيمه في الشارع. وبتستغرب كده فبتقول له انت ازاي عايش هنا يا ابني؟ انت لابس اصلا الزي الرسمي بتاع الاكاديميه، ودي اكاديميه كومو بس عشان تكونوا عارفين. هو انت مجنون بقى؟ انت ازاي عايش هنا؟ تريوتو كده بيقول لها والله يا حاج انا مش فاكر اصلا ومش عارف اساسا انا فعلا كنت عايش هنا ولا لا. فبتقول له بص يا اسطى انت هنا قدامك اصلا طريقتين عشان تعيش، يا تعيش ملك يا تعيش عبد ذليل، انت اللي بتحدد بس انت عايز تبقى ايه. ولو عايز اصلا تحقق امنيه ليك لازم تواجه الملك وتهزمه يا ابو عمو. فبيكملوا ماشي كده مع بعض، وبتلاحظ كده ساكورا ان مفيش اصلا اي متحدي حواليهم. فتريوتو كده بيقول لها هو انت اصلا ازاي يا حاجه عرفتي؟ فبتقول له ارمش مرتين. فعلا بيرمش كده وبيكتشف احصائيات الناس كلها. ايه ده؟ الله انا عندي قوه جديده. فبيكون زعلان قوي اساسا، بيقول يا نهار اسود انا مش فاكر اي حاجه. فبتقول عشان كده اصلا احنا رايحين لهيئه تدريس الاكاديميه اصلا. وبتظهر كده بنت فجاه بنضاره وبتقول له ايه ده تريوتو انا مش شفتكش من ساعه ما جينا. وشكله اصلا كان سيم، وبيحاول كده ان هو يخلع منها اصلا تمسكه من قفاه. انا مش هسيبك تاني يا حلو. بيظهر كده 3 بنات واقفين كده في مبنى، وواحده كده بتشوف ان اصلا تريوتو متحدي بالنسبه لها.
تريوتو كده بيخلص اصلا اليوم الدراسي وهو اصلا على اخره، بيبقى ملان جدا زيه وزيك يا صاحبي لما نكون اصلا بنعمل حاجه مش طايقينها. وبتكون كده ساكورا اصلا فاتحه النظام علشان تجمع معلومات عن حد كده، وبتقول كده اكيد في متحدين في المدرسه دي عايزه اتحدى اي حد واكسب، ولان هي عايزه تجمع نقط وعايزه تجمع حاجات كتير قوي، فبيقول لها كده بثقه مش فارقه كده او كده انا هفوز اصلا، ربع ثقتك يا اخي. ويبداوا كده يدوروا على اي حد اصلا عشان يتحدوه، لكن مفيش اي حد خالص. فساكورا كده بتقول يا تريوتو هو انت ليه كده عايز تهزم الملك؟ انت مختل يا اسطى صحيح؟ نسيت اسالك، اصل هو قوته جباره. فبيقول لها كده انا مش فارق معايا الملك ولا بعرضه اصلا في النظام ولا فارق معايا، انا بس عايز اهزمه من الاخر. رخامه في حاجه جوايا بتقول لي يقتله. وفجاه كده بتظهر البنت اللي هي كانت بتبص عليه كده قبل كده وكانت عايزه تتحداه، فبتقول له انت ياض انت، انا محدش هيهزم الملك غيري، انا اللي هتمنى الامنيه، وطبعا اللي هيكسب الملك هيتمنى امنيه وهتتحقق له. وبنعرف ان اسمها هيوري، وبتتحدى كده تريوتو في معركه، فبتقول ساكورا كده مالها دي، معتوها دي ولا ايه ده؟ لحظه فعلا كده بتبدا المعركه اصلا، وهيوري بتراهن على بطاقه واحده، وتريوتو كده بيعمل حركه كاريزما وبيغطي وشه كده وبيراهن على الثلاث بطاقات. يلا انت كده مش هتكسبي، فنحط البطاقه اللي احنا عايزينها في الرهان. وساكورا كده بتقول انت عبيط يا ابني، ما هي حد بطاقه واحده، انت ليه بتحط ثلاثه؟ تبدا كده المعركه وبترفع الحاجز، ويبدا كده كل واحد كده يستدعي المساعد، وبتبدا كده المواجهه اللي بجد بقى، وبتهجم كده هيوري وبتفجر كده التريوتو وبتشيل كده نقطتين حياه، وبيهجم كده التريوتو بيدمر لها كده نقطه حياه، وهي كمان بترد له نقطه حياه كمان زيها بالظبط وبتنقصها له. وبيطبق كده التريوتو الشرح بتاع ساكورا اللي هي كانت اصلا قالته له، وبيهجم كده على هيوري وبتهور كبير جدا، فبتتحمس كده العبيطه، وهيوري كده بتستدعي المستوطنه اصلا بتاعتها. بيكون المكان من وراهم كده في جزيره كده طايره، والمكان كده رايق، تسحب كده اقوى بطاقتين كمان، ولكن كده التريوتو بيرمي المكعبين مره واحده وبيخرج منها وحش كده وبيدمر هجومها الاساسي حرفيا، وبيهجم تريوتو كده عليها وهي بترد الهجوم، ويتفضل لتريوتو 5 نقط حياه، وهي نقطتين زي ما واضح كده في الصوره، الاحمر هو وهي الاصفر. ايه يا ابني الجمدان ده؟ ولكن كده التريوتو بيرد اصلا الهجوم بكل بجاحه اصلا، وبيدمر الدفاعات بتاعتها كلها، وبيغطي وشه كده وبيقول كده يلا نبدا اللعب اللي بجد بقى، وبيسحب بلوم وبيقول كده حلو اهو انا كسبت الرهان خلاص، وبيعزز كده تريوتو الهجوم بلوم كده، وبيهجم على هيوري. ولكن كده هيوري بيطلع كمان بطاقه تخليها اصلا تقدر ترجع اي بطاقه للحياه، وبتستدعي كده بلوم وبتقضي عليها. فعل كده بطاقه وبتهجم على تريوتو، لكن كده فجاه بيظهر كده من وراها كان من المستوطنه بتاعه تريوتو، والتماثيل بتتحول لوحوش، وبيبدا كده يسحب بطاقه بيقدر كده يرجع بلوم، وبيهجم كده على هيوري، وبيبقى كده فاضل نقطه حياه واحده، وبتتجنن كده من اللي هو عمله، بتهجم عليه كده بافضل احصائيات عندها اصلا، وبتقدر تهزم بلوم، وبيتبقى كده لتريوتو كده نقطه واحده، وبيفعل تريوتو كده المستوطنه وبطاقه كده القاهره، وبيدمر دفاعاتها حرفيا. بعد كده بيفضل يهجم كده على بطاقتها يمين في شمال كده، ومش عاتق الانمي ده جمدان حرفيا في القتالات حرفيا يا جماعه. وفي لحظه كده بيقدر تريوتو كده يفوز عليها، بياخد كده 4 كرات، وبعد المعركه كده بتروح لساكورا بتقول لها عاش عليك يا اسطى، بس انت غبي، هو انت ليه اصلا راهنت على كل البطاقات دي؟ ما انت في الاخر خدت واحده بس. فجاه كده بنسمع صوت عياط هيوري كده، فبتروح ساكورا كده تواسيها، فبتقول كده انا خدت خلاص القرار، انا هبقى تلميذته من النهارده، وبيمشي كده وبيسيبها. وبتاخدهم كده ساكورا المبنى كده اتحاد الطلبه في جامعه نيوكيوتو كده، والمفروض ان هم اصلا يلاقوا متحدين كتير كده بقى هناك، ويقدروا يجمعوا بطاقات كتير كده، والدنيا تلعب كده وتزهزه معاهم. بس مع الاسف حظ تريوتو اصلا شبه حظي بالظبط وحظك، يعني تقريبا احنا حظوظنا زي بعضينا صفر. يعني يدخل كده اكتر مكان مفروض يكون فيه ناس اساسا متحدين كتير كده، وليه فاضي وناس مرميين على الارض وليله سودا سعادتك. وبتلاحظ كده سكورا ان هم اصلا معهمش اي بطاقه، بنشوف كده واحد غريب ماشي جنب المبنى، وبيكملوا كده بحث بس بلح، وشوف تجمع كده اصحاب البطاقات العاديه. فبتقول كده هيوري الواد تريوتو ده اختفى من جنبنا، اللي هو فيه لا يكون تاه. وبيكون كده تريوتو رايح اصلا المخبز، فبيجي كده فريق اخباري كده عايزين يصوروا معاه كده، فاكرين اصلا طبع الوقفه اللي واقفينها انا جاي اكل عيش، لا هو جاي ياكل عيش حرفيا، هو قصده فعلا العيش اللي في المخبز مش قصده حاجه تانية خالص. ولكن كده هم بيفتكروا مش لاقي ياكل وفقير، وبيقول ان هو عايز ياكل عيش، وفي الوقفه الاحتجاجيه وثوره وبتاع والهبل ده، وهو على الله حكايته. وبياخدوه كده في وسط الوقفه، وبيلاقي كده نفسه مش عارف يخرج من وسطهم اصلا. حاسب يا استاذ مش عارف اخرج، وانت انسه ابعدي بس شويه كده، ابعدي بقى وليا بقى شويه
شويه، وفجاه كده بيلاقي كده حد بيسحبه من وسطهم، وبتكون ساكورا كده وهيوري وبيدوروا كده عليه، وبتوصل كده رساله لساكورا وبتجري كده وبتسيب هيوري، وبنرجع كده لتريوتو ونلاقي ان الشخص اللي سحبه ده هو نفس الشخص اللي كان واقف جنب المبنى وبيعرض كده على تريوتو. بقول لك يا اسطى انت شكلك مش من هنا، انا ممكن اساعدك على فكره. فبقول له لا لا لا, لا تسلم يا غالي، انا اعرف اروح لوحدي كده. وبنروح كده لساكورا وبتكون قابل كده شخص غريب قاعد مستنيها كده، فبيديها كده ملف وبيقول لها ده السارق بتاع البطاقات، عايزك كده تسخني كده الموضوع. الملف كده ده بيكون فيه اصلا صوره للواد اللي قابل تريوتو اصلا واسمه انجو. بنروح كده للتريوتو كده اللي بيكون مع انجو اصلا، وبيكون كده مصدوم. ايه ده انت عايز هنا يا اسطى ازاي؟ بيقعدوا كده مع بعض وبيشربوا قهوه، ويبدا كده انجو اصلا يقول له واحد زي الملك كده عايش حياه اصلا ومعاه سلطه وفلوس وناس كده وحاجات كتير كده وبطاقات، ويقدر يعمل اي حاجه وانت كده. وطبعا بيحاول اللي يخلي تريوتو اصلا مع المظاهرات والهبل ده اساسا وينقلب على الملك، وبيبدا كده يتعرف على تريوتو كده وبيقول بص يا اسطى لو حصل معاك اي حاجه تعالى انا مسيطر هنا على فكره. وبيمشي كده وبيروح يشرب حاجه، بس اصلا ساكورا بتهدده كده بامه واخواته، وطبعا مش محتاج تعرف ان الشبح ده هو ساكورا. لا انت مين اصلا وفي ايه اساسا؟ وتقول له ان انا عايزاك اصلا تقاتل شخص معين. وفي نفس الوقت كده بتروح يوري كده مع تريوتو لمكان التحدي، بيوصل انجو وبيطلع انجو كده 7 بطاقات من اللي معاه كده، وبيقول هم دول اللي انت عايزاهم صح؟ تريوتو كده بيقول انا ليا اسلوبي وخطتي، فيلا بينا نبدا المبارزه. يا جماعه انتوا كنتوا قاعدين في الخيمه من شويه مفيش اصلا مبدا، انتوا عالم زباله. وبيراهن كده على 4 بطاقات وبتبدا كده المعركه، وكل واحد بيستدعي المساعد بتاعه اصلا، وبيبدا كده تريوتو بالهجوم، وفعلا بيقدر ينقص منه 3 نقاط حياه. وبيستخدم كده انجو كده المستوطنه بتاعته وبيهجم كده على تريوتو، بيخسر كده نقطتين حياه. وبيقول كده تريوتو طب يا حماده كده كل اللي فات اصلا كان تسخين، دلوقتي اتفرج على اللعب الحقيقي كده. وبيستخدم المستوطنه بتاعته وبيهجم كده على انجو، ولكن كده بيخسر نقطه حياه. رايق يا عم تريوتو، رديت عليه كده في نفس الثانيه. وبيجي كده دور انجو للهجوم كده، فبيهجم على بلوم كده، ولكن تريوتو كده بيعزز كود بلوم، وفي نفس الوقت كده بيزود انجو كده ليو المساعده بتاعته برضه، ويقدر كده يهزم بلوم. وبيستخدم تريوتو كده مهاره المستوطنه كده بتاعته، فبيقدر كده يهجم ويدمر كده كل الوحوش اللي مع انجو. انجو كده بيخاف وبيقول يا نهار اسود الواد ده جه من انهي نصيب، انا لازم اهزمه باي طريقه. وبيستدعي كده ليو كده في اعلى قوه عنده، بيدمر كده نقاط الحياه لتريوتو، ولكن بتظهر كده بطاقه الحظ لتريوتو وبتخليه كده يدمر ليو. وبيستخدم انجو كده بطاقات تحصين كده، ولكن كده بيخاف من البطاقه اللي مع تريوتو كده، بس بيهجم كده على تريوتو. بيكون الدور ده هو الاخير بالنسبه للتريوتو، وبيستخدم كده كل قدرات بلوم، وبيستخدم كده بطاقه اسمها بطاقه الابوس، ودي بتسمح له ان هو يستعمل اي بطاقه مع الخصم بتاعه. فبيستدعي ليو كده وبيهجم على انجو وبيهزمه كده وبيفوز تريوتو. وانجو كده بيقول لا يا اسطى شكلك جامد بس مش بالقوه اللي تهزم الملك، برضه لسه الملك حاجه كبيره بالنسبه لك، انت عيل اهبل بالنسبه له، ده قوته جباره حرفيا، انت لسه مشوارك طويل. وبيقترح تريوتو كده ان هم يخرجوا من البلد دي، فبيقول له لا لا ده هي اصلا جزيره معزوله مفيش غيرها اصلا في العالم. وبيجي تاني يوم كده وبنشوف يوري اصلا وهي قاعده بتتكلم مع تريوتو، بقول لك ايه يا اسطى ما تخلينا كده ندربها عندك ارجوك، انا عايز اتعلم اي حاجه منك بس. وبتوصل كده ساكورا بت يلا بت من هنا، الناس عبط هي ولا ايه؟ وهيوري كده بتقول لها انا بحاول اخليه يعلمنا اي حاجه، وفي المقابل ده انا هديله مخبوزات اللي هو بيموت فيها دي اساسا. وبيبص كده تريوتو بيقول انا موافق مش عشان المخبوزات طبعا، انا عايز اساعدك بس ما تفهمنيش غلط. وطبعا شكله همه على كرشه اساسا. وبينتقل كده بين المشهد لمكان غريب، وبيظهر واحد كده اسمه ايشينومي كده ونقول عليه ايشو الاختصار يعني عشان ننجز. وبيكون ايشو كده قاعد زهقان، وفجاه بتجيله كده بنت من وراه وبيقول لها كده اظن انك تنامي احسن ما ايجيموتشي كده يقلق عليكي. فبتقول كده البنت ما تشغلش بالك انت يا نجم، انا عايز اقابل تريوتو اصلا في اسرع وقت. فبيقول كده ايشو لو ايجيموتشي كده قفشنا هيروقنا حرفيا، شكل ايجيموتشي ده حاجه جباره بالنسبه لهم. وبتقول له كده انت اتجننت يا اسطى، انت بترفض لي طلب، وبتستخدم كده قوتها عليه. فبيقول لها كده خلاص ايه دي هدي نفسك يا فنان انا موافق. ما شاء الله كل اللي في الانمي ده بيثبتوا على الموقف بتاعهم حرفيا، وكلمتهم مستحيل تنزل الارض ابدا. وبنرجع كده لتريوتو اصلا وهو طفل حرفيا بيتخانق كده مع شويه عيال اصلا على المخبوزات، فبتيجي كده ساكورا بتهزهم اصلا على تضييع الوقت ده كله، ولكن هما الاثنين اصلا بينكروا ان هما بيضيعوا وقت اصلا. فبتقول كده ساكورا انا هروح اشوف حد نتحداه بدل الهبل اللي احنا فيه ده اساسا. وبيعيشوا كده واقف بيراقب كده تريوتو من بعيد، وفجاه بتظهر البنت دي بقناع حرفيا غريب جدا قدام تريوتو، وبتقول له انت قد اللي هناك، انت بتعرف تلعب بالبطاقات؟ بقول لك ايه
خش معايا نزال لو كسبتني هديك اكتر حاجه في حياتك بتحبها وهي كيس المخبوزات ده. يا بنت العظمه دي، البت دي مهكره الانمي ولا إيه؟ وفجاه كده مره واحده البت دي بتحول العالم كله من حواليه، وبتلاقي كده هيوري كده مع تريوتو كده، فبتقول لها كده ايه ده، ايه اللي جابك هنا؟ انت المفروض ما تبقيش هنا اصلا. وبتستخدم كده قوتها وبتربطها كده على عمود كده، وبتنزل البت كده الغريبه وبتتحداه كده مره واحده. بيبدا كده ينزل ويستدعي كده كل واحد المساعد بتاعه، بتهجم كده عليه البنت، ولكن تريوتو بيرد الهجوم. فبتفعل كده خاصيه جباره حرفيا عندها، وهي ان كل بطاقه اصلا بيستدعيها خصمها كده بتاخد عليه كورس ادانه، ولما بتجمع كده عدد كده محدد منه بتنزل كده مطرقه العداله حرفيا. وفجاه كده بيهجم تريوتو وبينقصها كده نقطه حياه، وبتقول له كده البنت انا متحمسه يا اسطى اشوف. وبيقول لها كده تشوفي ايه لا مؤاخذه، وبتقول له اكيد متحمسه اشوف المستوطنه بتاعتك. ويشوفها كده تريوتو وبيقول انا شفتك فين قبل كده، طب انا هوريكي المستوطنه بتاعتي، وخلي بالك اللي فات كان تسخين واللي جاي هيزعل الكل حرفيا. ويفعل مستوطنته كده، فبتقول له اديني كمان اديني، ده انا ما شفتش من زمان حاجه عظمه زي كده. وبيهجم كده تريوتو عليها، وبنروح كده للسكور اللي بتكون اصلا ماشيه ورا واحد كده علشان شايفاه متحدي كده حلو بالنسبه لها، وهتعرف تقلبه كده في حبه بطايق كده، ولكن كده بتبقى مستغربه هي ليه اساسا مش عارفه تحدد مكان. ونرجع كده تاني للمعركه، وبتفعل كده البت دي المستوطنه اصلا بتاعتها، وهي محكمه العدل. في الاول كده بتقضي على بلوم، يا شيخه مفتريه ايه طيب، وبتهجم كده على تريوتو، ولكن كده تريوتو مش بيسكت، بيعكس كده الهجوم مره واحده. وتقول كده البت دي اهو يا اسطى انت حظك حلو قوي، انا نفسي يبقى عندي نص حظك ده يا ابني هحتل بيه العالم. ويبدا كده تريوتو يفتكر كده انه كان اصلا يعرف البت دي، ولكن مش عارف هو شافها فين قبل كده ومش قادر يفتكر. وبيستدعي كده الفارس الاسود وبيهجم عليها كده وبيدمر نقطه حياه عندها، وبتقول له طب يا تريوتو كده انا عايز اعرفك على ملاكي المفضل التاني. وبتستدعي كده وحش على شكل ملاك، وبتبدا تهجم كده، ولكن تريوتو بيدمر هجومها حرفيا، ولكن كده بتهجم بالملاك التاني، فبتهزم الفارس الاسود والملاك بتاعها. فبتقول البت دي الموضوع مسلي جدا، انا ما كنتش عارفه انه هيبقى مسلي قوي كده يا تريوتو. وتعرف كده تريوتو هي عرفت اسمي منين اصلا، انا ما نطقتوش يا اسطى دي لسه كانت بتقول يا تريوتو يبقى ايه بقى. ويبدا كده يوجه جزء من راسه كده ويفتكر ذكريات كده قديمه مع البت دي، وبيكون بيلعبوا مع بعض. بت انا عارفك وعارف ابتسامتك دي، وبيهجم عليها. فهي بتقضي كده على بلوم تاني، بتقول انت شكلك لسه بتحب الموزات، بس من الغباء انك تمشي ورا حد علشان اصلا شويه فين، هو انت ليه رجعت اصلا. وبتبدا كده تهجم على نقط حياته كده، وبتدمر 4 نقط حياه مره واحده كده، ويستدعي كده بلوم والفارس الاسود بيدمر دفاعها حرفيا. وتقول له انت نظراتك كده زي زمان، انت ما اتغيرتش، وبتستعمل كده اقراص الادانه وبتدمره حرفيا. وبتقول له انا هدمرك يا تيريو عشان دي حاجه ممتعه حرفيا بالنسبه لي بحب اعملها من زمان. وبتهجم كده على نقاط حياته كده بتدمرهم، ولكن بيكون عنده كده فرصه اخيره، وبيستخدم كده بطاقه، وبيستخدم كده كل قوته وبيدمر دفاعها حرفيا، ولكن هي بتهجم عليه كده بتدمره تماما. وبتكون كده في منتهى الفرحه، وبتكسر كده القناع اللي على وشها، وبيقع كده تريوتو وهو مهزوم على الارض. ايوه اتحسدت يا ابني. واكتبوا لي في التعليقات لو طريقتي عجباكم كده، واعملوا سبسكرايب ولايك ويلا نكمل كده. ويوري كده بتقول انا ما كنتش عارف اصلا انك عارف البت دي، فبقول لها انا مش فاهم اصلا قصدك ايه. فبتقول البت دي اسمها كيكي، والبت دي بتكون هي الملك. ايه ملك؟ انت عبيطه يا بنتي. لكن كده بيلاقي ان البت بتضحك زي المغبول اساسا. شكل الكلام هيوري صح ولا ايه؟ وبيجي كده ايشو بياخد كده الملك. طب والله ما مصدق الهطل ده، هو الملك كده ينفع يجي كده في اول الانمي؟ مش كان المفروض ده اساسا في الانميات بنقابله في الاخر يا اخوانا؟ المهم كده الغريب في الموضوع وهو حاله تريوتو كده، وساكورا كده بتقول له مالك يا اسطى؟ فبيقول لهم اصلا ازاي الملك يطلع اصلا اختي كيكا؟ ايه اخت مين؟ هي اخته طلعت اخته. وبنروح كده لكيكا الايجيموتشي اصلا بيهزها لانها خرجت اساسا. عايزين نعرف مين ايجيموتشي ده كمان. وبتقول له كده انت نسيت نفسك ولا ايه؟ انا الملك يا ابني محدش يقدر يكلمني. وبتجيب عروسه كده لعبه على شكل تريوتو كده، وبتكون مسميها تريوتو برضه اساسا بنت العبيطه. ونروح كده تريوتو بيبقى قاعد زعلان جدا زي ما كنت قال له خلينا اخوات كده. وبنروح كده بعديها لاخته كيكا، بتقوم تتدرب كده ببطاقه المحاكي وكانها بتقاتل تريوتو كده بالظبط.
طريقه لعبه ذكيه جدا البت دي اساسا عشان تهزمه بعد كده، الرغم ان هي اصلا هزمته اول مره. يا جماعه البت دي ما بقتش الملك من فراغ، وبتفضل كده تغلب كده في المحاكي لحد اصلا ما بتزهق وبتقول انا عايز العب تريوتو الحقيقي بقى. ولكن كده بيجي ايجيماتشي كده وبيقول لها كفايه هبل بقى، كفايه هبل بقى، انت المفروض تكوني الملكه، انت بتعملي ايه؟ روحي نامي بقى ولا شوفي لك اي حاجه. وبنشوف كده جسمها بيتوصل في حبه سلوك كده غريبه. بعد كده ايجيماتشي كده بيروح لايشو وبيقول له انا لو اعتمدت على ربط الجرجير كانت فادتني عنك يا اسطى، انا مش سبتها معاك يا ابني، قلت لك خليها ما تخرجش في اي حته خالص، سبتها تخرج ليه؟ يالا انت عبيط ولا ايه؟ طب ممكن تلزم تريوتو في اي لحظه وتقتله، المفروض نحافظ عليه يا ابني. فبيقول له ايشو كده يا اسطى يا اسطى يا اسطى، ما هي هددتني ان هي تقتلني، انا اموت يعني ولا ايه؟ ما تولع انت والتريوتو اساسا، وبعدين انت مش عارف تتكلم معايا، جاي تتكلم معايا انا ليه؟ وثانيا كده احنا من مصلحتنا اصلا ان تريوتو يعرف ان هو ضعيف دلوقتي علشان يقوي نفسه ويهزمها بعد كده. وسيبني بقى عشان انا جايب اصلا سناره جديده وعايز اجربها، عايز اروح اصطاد يا جدع. وبنروح كده لتريوتو تاني وبيكون بيصطاد كده، وبتيجي البنات كده بيحاولوا يخرجوه من الحاله الكئيبه اللي هو فيها، فبيقوموا يقول لهم خلاص انا مش عايز حد معايا، سيبوني بقى في حالي وامشوا. وبيرفض النعمه ابن الكفره. المهم كده هيوري وساكورا كده بيروحوا لمحل حلويات علشان يروحوا يجيبوا حلويات كده ويفكروا هيساعدوا تريوتو ازاي، مع انهم اصلا لو كانوا جابوه معاهم والله العظيم كان هيخرج من المود ده اسرع سنه. وبيروح كده تريوتو كده يكمل صيد، ولكن هو بيلاقي اصلا ايشو جنبه وبيقعد كده يصطاد، وبتكون كده هيوري واقفه مبهوره جدا حرفيا من الحلويات اللي قدامها. وساكورا كده بتقول ممكن يكون الملك مش اخته الصغيره يا جماعه بجد. وفجاه كده بتشوف ساكورا كده وش الملك وبتسالها كده عن مكان تريوتو، فساكورا اصلا بتتجاهل الموضوع اصلا وتعديه ولا كانه حصل اساسا. وبنشوف بعدها كده تريوتو وهو من الصبح حرفيا مش عارف يصطاد ولا سمكه يا جماعه، الواد ده فاشل اصلا في الصيد حرفيا. وجنبه اصلا ايشو اللي بيحاول اصلا يتكلم معاه وبيضحك كده معاه بيهزر، بس اصلا تريوتو بيقول له بقول لك ايه يا اسطى ما تسكت كده عشان صوتك اصلا بيزعج السمك اساسا، والسمك عمال يمشي يا ابني في السمك اللي عندك غير اللي عندي ولا ايه؟ ما انا بصطاد اهو، انت اللي فاشل يا اسطى، انت مش عارف تصطاد لانك مشغول بحاجه كده او خايف صح؟ وطبعا هو فعلا عمال يفكر في حوار الهزيمه اللي هو اتهزمها واتنفخ حرفيا ما اتهزمش. وبيفضل كده تريوتو يفتكر كده المعركه اللي هي اصلا كانت مع اخته. وبنرجع كده للبنات اللي هم اصلا خلصوا الحلويات وبيفكروا كده يعملوا ايه. يا بختك يا عم تريوتو، في ناس اصلا عماله تفكر فيك وتشوف هتطلعك من حاله الاكتئاب ازاي، مش زيك انت يا عزيزي المشاهد. مش لاقي بلاش اقولها عشان انت هتتقمص، بس انا ما تخافش يا عزيزي انا معاك، يعني انا وانت مش لاقيين حد يعبرنا، ما تخافش يعني. ده طبعا غير رسالات اليوتيوب اللي بيعبرني بيها كتير يعني وبيقفل لي القنوات بيها. ورساله اليوتيوب حبيبي والله تسلم، بس يا ريت يبقى يحصل قطع رحم وارحام والهبل ده هنا وما تكلمنيش تاني بالله عليك، ما تقفل دي كمان، ده لسه مفتوح. بنرجع تاني لساكورا وبتنشر اسم اصلا تريوتو اساسا والبيانات بتاعته على الموقع، بتقول احنا جاهزين نراهن بثمن بضاقات للي عايز يتحداه. وبنروح كده للتريوتو اللي بيكون اصلا قاعد يصطاد لكن كده مش مركز وقاعد بيفكر في اخته والحوارات، وانه اصلا الشخص الوحيد اللي ما كانش يعرف يغلبه حرفيا. وبيقول كده ايشو طب ما بدل الافوره اللي انت فيها دي اصلا يا اسطى ما تتحدى تاني وممكن تكسب الملك. بنعرف طبعا ان هو عارف كل حاجه حرفيا على فكره تريوتو، بس انت احسن من الملك بكتير جدا، وافتكر الكلمتين دول واوعى تنساهم ابدا. وبيمشي كده ايشو وبيسيبه، وبنروح كده لهيوري وساكورا وبييجوا كده علشان يشوفوا ايه اللي حصل لتريوتو، وبيلاقوه كده قاعد زي ما هو، بس بيلاقوه اصطاد سمكه صغيره عاش عليه والله يا جماعه ان هو اصلا عارف يصطاد اساسا. فبتتعصب طبعا ساكورا ايه يا اسطى يعني انت سايبنا اصلا وسايب اليوم كله هبل عشان تجيب السمكه الصغيره دي؟ هات يلا حرام يا ابني دي ناخدها من امها، خليها ترجع لامها يا ابني. فتريوتو بيقول لها انت عبيطه يا بنتي، دول اصلا كانوا العشاء بتاعي، ثانيا اصلا انت اللي بعت العيال اللي انا اتحديتهم دول، وعلى فكره يعني انا هزمتهم كلهم وبقى معايا 13 بطاقه دلوقتي، على فكره انا ههزم الملك. وبنروح كده لانجيو بيكون واقف كده قصاد واحد، والواحد ده بيتكلم اصلا واحد من اتباعه، انا هزم انجيو يا جماعه، انا هروح له لان هو عمال يهزم اصلا في اتباعه. وبنروح كده لتريوتو كده والبنات بيكون مرمي كده قدامهم انجيو على الكنبه حرفيا في بيت ساكورا، وبيصحى كده بيقول انتوا جبتوني هنا ازاي ولا انا كنت فين اصلا؟ وبيقولوا احنا هناك اصلا مرمي في الشارع قدام الخيمه اساسا. فبيقول كده انا اتهزمت واتغدر بيا من قائد العصابه اللي انا هزمت اصلا اتباعه، وطبعا قصده على المبنى كده كان هزم اللي فيه كده قبل كده. فقائد كده العصابه ده استاذ في الجامعه اصلا في قسم الشعوذه، ومعروف ان هو اصلا بيخطف الناس عشان يعمل عليها تجارب عشان هو دكتور في الجامعه وكده، فبيطلع منهم معلومات كتير. فكرنا كده في حبه دكاتره كده في الجامعه، بس مش مهم بقى، المشكله
المشكله هنا ان ابن اللعيبه اصلا بيخليه اصلا يواجه تلاميذه لحد اصلا ما حفظوا كل حركاته وقوته وكل حاجه عنه. فيوري كده بتقول له ما تقلقش هناخد حقك ونهزمه. ايه يا اسطى يعني ينفع تكون مننا وما نعرفش ناخد حقك، مع انه لسه عارفهم اصلا من كام يوم. وفعلا بيروح كده هما الثلاثه عشان يشوفوا الحوار ده، وبيروح كده المختبر المشعوذ على اساس ان هم اصلا سياح، وبيقابلوا كده دايرو اللعبه ده اللي بيكون اصلا فاكرهم سياح جايين عشان يتفرجوا بس على المختبر، ويقابلوه كده ويقدم لهم كده قهوه. بس في حاجه غريبه كده بتحصل، ان ايد اصلا ساكورا بتعدي منها القهوه ولا كانها شفافه اساسا وبتقع كده القهوه. ودايرو كده بيقول لهم معلش الدار القهوه خير يا جماعه، عادي عادي، انا هخلي حد يمشي معاكم عشان يرشدكم كده المكان. وفعلا بيمشي كده مع المرشد، ولكن كده ساكورا اساسا مش معاهم. فبيسالوا كده هي راحت فين اساسا البت دي، فبيسالوه كده ولكن بيقول ان هي تعبت شويه. فبيقف كده طريقته كده بيطلع بطاقه بيربطه كده زي الخروف حرفيا، وبيتكلم كده يوري انجو كده وبتقول له الحقنا يا اسطى البت ساكورا اتخطفت اساسا. ولكن تريوتو كده بيقول لهم انا هروح ادور بنفسي، ولسه يمشي كده. فبتحاول هيوري كده توقفه، فبتتكعبل كده وبتبقى كده تريوتو وهو بيسند على مجموعه الكتب، فبيلاقي كده باب فتح. ايه الرعب ده يا اسطى في ايه؟ وبيدخل كده وبيوصلوا كده لغرفه مرعبه جدا. يا رب اليوتيوب ما يقفل الفيديو ويفتكرنا مسلسل رعب. هنا في ناس كده مرميه على الارض في كل حته، وفي كده نقوش ورسومات كده على الحيطه غريبه جدا. وبيسمعوا كده رساله من دايرو وبيقول كده انا خطفت صاحبتكم ساكورا كده، لو مش عايزينها تتاذي ما تقاوموش وما تعملوش اي حاجه وسلموا نفسكم. بيجي كده مجموعه علشان يوقفوهم، ولكن بيستخدم انجي بطاقه كده بتخلي الدخان حرفيا يطلع ويدخل من كل مكان. وبيدخلوا كده مكان تاني وبيلاقي كده مجموعه كبيره من التلاميذ واقفين حرفيا قدامه وعايزين كده يقبضوا عليه. فبيقول بقول لكم يا رجاله هسيبكم تتعاملوا بس مع شويه المبتدئين دول واروح انا احرر ساكورا. وفعلا بيستخدم كده بطاقه بيعدي كده من وسطهم حرفيا، وبنروح كده الدايره وبيكون رابط ساكورا. فعلا انت عايز تعمل ايه يا اسطى؟ ايه الوضعيه الغريبه دي؟ وبيقول كده انت اللي كنت بدور عليها من زمان، هو الجسم المميز ده اللي انا عايزه ونفسي فيه من زمان، والنيه طارت هنا حرفيا. انت الماده الخام للتجارب اللي هتحصل اللي جايه. وهنا الحمد لله ان هو قال الموضوع في التجارب مش في حاجه تانية عشان نيتنا كانت طايره الصراحه. وبيظهر كده تيروتو كده قدامهم وبيقول كده ايه الكلام اللي انا سمعته ده؟ نزل ايدك يضمن عليها. يلا انت عايز تعمل ايه في ايه فين؟ بدل ما انت كنت عايز تاخد البيت يعني وتعملوا حاجات سيكو سيكو جوه. فالبت ساكورا كده بتقول له الله يخرب بيتك، لا ده كان عايز يعمل تجارب مش اللي في بالك، والله ما اللي في بالك يا ابني. بيروح كده يراهنه وهو بيراهن ب 11 بطاقه. يلا ايه بيرمي بطايق ابن المجنون، والدكتور بيراهن ب5 بطاقات بس. وبيستدعي كده كل واحد منهم المساعد بتاعه، ويبدا بدايره كده بيفعل السلطنه بتاعته وبيهجم كده على تيروتو وبينقصهم كده نقطتين حياه، وبيسحب بطاقه كمان. وبيبدا تيروتو كده دوره ومش بيضيع وقت كده، وبيستدعي المستوطنه وبلوم كده بيهجم على طول. وبيكون دايرو كده عارف التحركات دي لانه اصلا درس حركاتهم وتقارير جات له من زمان. وفي نفس الوقت كده انجو بيكون بيواجه اصلا التلاميذ اللي هم اساسا بتوع الدوك، والضربات رايحه جايه ما بينهم. وبنرجع كده تيروتو اللي بيكون اصلا معاه 6 نقاط حياه، ولكن كده احنا عارفين عيل معتوه وغريب بس نينجا في البطاقات. وبيهجم دايرو كده عليه وبيخسروا كده نقطتين حياه. فبيفعل تيروتو كده بطاقه القاهره وبيهجم على دايرو وبيخسر كده نقاط حياه. وبيهجم دايرو كده بيسبب ضرر في الدفاعات حرفيا. وبنشوف كمان تيروتو اصلا بيهجم بصاروخ، وبيكون اساسا الدور ده اخر دور لتيروتو، ولو خسر هيخسر كل حاجه والبطايق وحتى صاحبته. وبيقول له بقول لك ايه يا اسطى اللي فك كان تسخين ولا جاي ضرب تنين حرفيا. ويبدا تيروتو كده يقوي كده في بلوم وبيهجم بشكل متوقعهوش اساسا دايرو، وبيفضل كده ينقص في نقط الحياه بتاعته لحد ما بيفضل نقطه واحده. وبيقول تيروتو كده انا مش قلت لك يا اسطى ان جاي ضرب تنين؟ وبيهجم عليه كده اخر هجومه، والدكتور المشعوذ ده بيخسر وبيفوز تيروتو. وبيخرجوا كده مع بعض بره المبنى. بيقول انجو كده تسلم يا اسطى انت جدع. وساكورا كمان بتشكره ان هو انقذهم. فبيقول لهم يا جماعه انا سيمبا اساسا ودي شغلتي. لا طبعا يعني قال لهم ده اقل حاجه عندي. ونروح بنلاقي تيروتو كده عايم في ميه كده. يا بختك يا ابن المحظوظه، الواحد نفسه اصلا يروح يعوم شويه كده من غير اساسا لا هم ولا هموم ولا اي نيله. بس لحظه كده واحده، هو احنا اصلا ايه اللي جابنا هنا؟ بنرجع كده بالزمن وبنشوف كده ساكورا وهيوري كده قاعدين مع بعض وبيتفقوا اصلا ان هم يروحوا البحر وياخدوا كده تيروتو معاهم عشان يغيروا المود بتاعه طبعا. وتاني يوم كده بيكونوا هم التلاته مع بعض وبتحصل كده شويه احداث، وهم اصلا تيروتو كده بيلاقي كده حبه مخبوزات فبيروح عندهم. وان ساكورا كمان بتقابل بنت غريبه بتشاور كده على صوره البنات كده، واستغفر الله العظيم يا اخوانا. هو هو لا
مش هو. يعني المهم كده بتسيبهم وبتمشي كده، وبيكون على الشط كده وبيقابلوا كده مدرسة هم يعرفوها، وبيكون كده تريوتو كده قاعد بيتمشى بهدومه عامل زي كده لما تكون في البحر بس انت مش عامل فورمة، فخايف ان الناس تضحك عليك كده وعلى شكل جسمك ما بتلبس يعني. بما ان عمك تريوتو اصلا مخنوق وزعلان فهو مرضاش ينزل البحر، بس هم خلوه ينزل بالعافية وقضوا احلى يوم حرفيا في حياتهم. يا جماعة انا نفسي انا شخصيا اجي اقضي اليوم ده معاهم، واليوم تحفة فنية من ضحك ولعب وكل حاجة. وفجأة كده الدنيا بتضلم ويلاقوا مرة واحدة كده حوت في السماء، ايه ده؟ وبيلاقوا كده عرض بتاع فرقة موسيقية بتظهر، البت الغريبة كده اللي قابلت ساكورا قبل كده، واسمها اللي بيكون اغرب اسم اساسا، مش عايز انطقه الصراحة عشان هو صعب قوي، فنقول عليها المغنية وخلاص. وبتعمل كده عرضها، ولكن في واحد كده بيقول لها انت شكلك حلو وقمر جدا بس والله العظيم ما بتعرفي تغني، يلا على المطبخ يا بنت. على اساس ان انت جاي تسمع ام كلثوم يا اسطى؟ ده انت قاعد اساسا على البحر بتسمع حفلة، صباح الفل انت جايين تشقطوا بعض يعني. المهم المغنية كده بتكمل ومش بيهمها اصلا اي انتقادات، وبنروح كده للسكورة اللي بتشوفها اعلان عن مشروب كده كميته اصلا محدودة، وان هي تجيب لتريوتو ويوري كمان علشان تشكرهم. وبتكون كده المغنية ماشية ومش طايقة نفسها اساسا بسبب الواد الكحياني اللي هو اساسا قال لها صوتك زي الزفت. بتشوف كمان هي كمان الاعلان، وبيروحوا كده هما الاتنين للمحل في نفس اللحظة عشان يشتروا، بيتخانقوا كده مع بعض لان المشروب اللي باقي اساسا واحد بس ومش هيكفيه. وطبعا بما انه عالم اساسا معتمد على البطاقات واللعب وكده، فبيتحدوا بعض على اخر مشروب. تخيل يا صاحبي لو كان العالم ده معتمد على الدومنة، والله كان هيحصل احلى شغل هنا. المهم بيبدا اللعب بقى، وبتهجم المغنيه على ساكورا وبتنقص كده نقطتين، ايه الاداء السريع ده؟ وساكورا كده بتهجم هي كمان وبتاخد نفس النقطتين، يلا اشمعنى انا؟ ويبقى الوضع اخر عبثيه خالص يعني. بصراحه الانمي قلب انمي كوميدي رخيص اساسا، بس طبعا مش هعلق على الكوميديا اللي انا اصلا بخلقها جوه الانمي حتى لو الانمي مش كوميدي. وبيدوروا كده الضرب في بعض حرفيا، الاتنين جبابرة يا جماعة والله العظيم. حتى البت المغنية اصلا بتتأثر وبتفتكر الماضي بتاعها وان هي لازم تفوز، مش عارف ليه مع انه حتة مشروب. بس الراجل اللي قال لها روح المطبخ ده مزعلها جدا وعامل لها عقده نفسيه يا جماعه. بس المشكله هنا ان القتال كان من جنب واحد، ساكورا حط عليها حرفيا لحد ما بتهزمها ساكورا هي، وبتاخد كده العصير وبتمشي، وبتروح كده هيوري لساكورا وبتقول لها كده الحقي انا مش لاقي اصلا تريوتو كده، الواد تريوتو ضاع. طبعا عم تريوتو ولا على باله، هو قاعد اصلا بيبلبط في الميه. الله على جمالك يا اخي، الله على جمال هدوءك، الله عليك الله عليك، سيبهم هم يولعوا مش مهم. وبتكون كده البت ماشيه وبتشوف تريوتو كده من بعيد وشكلها عارفاه، وبنروح لساكورا كده وهيوري وهم اصلا في البيت، وشكل ساكورا كده وقعت في حب تريوتو عشان قلقانه جدا ومش لاقياه. ولكن طبعا بطلنا هنا مش شايف قدامه، وهو اصلا مش بيحب في حياته اصلا غير بطاقاته والمخبوزات، والمخبوزات اهم من اي حاجه. وفعلا بيكون كده واقف قصاد مخبوزات كده، وبتكون البت اللي احنا شفناها اصلا من شويه كده واقفه في بتديه المخبوزات وبتقول له ازيك يا اسطى؟ يا اخي انت لسه زي ما انت، ما اتغيرتش، ما بتحبش غير اختك وحبه الحلويات اللي انت بتجيبها بتاعت المخبوزات دي يا اسطى، ده فينو والله العظيم. فيقول لها هو انت تعرفيني؟ بتقول له احنا كنا قريبين جدا من بعض، كنا بنلعب كتير وبنتفرج وكنا شبه بستات يا ابني. بيقول لها كده تريوتو معلش مش فاكرك، طب انا وعدتك بحاجه او خدت حاجه مني غصب عنك؟ بصي انا مش هتقدم عموما لو انت عايزاني اتقدم. وبتحكي له ان هم كانوا بيعملوا مخبوزات مع بعض اصلا، وان اخته اصلا في الوقت ده كان بيعلمها اصلا ازاي تلعب بالبطاقات. وبيبدا كده تريوتو ترجع له شويه من الذاكره، ويوم كده يمشي ويقول لها هرجع لك تاني على فكره، وبيمشي كده ولكن بيلاقي كده ورقه طايره دي من ورق ايشو دي، وبتتحول كده لضبابه. وبيظهر كده ايشو اخيرا وبيقول له يا اسطى انت جواك اتنين على فكره، واحد عايز ينسى وواحد عايز يفتكر، بس هخليك تفتكر بالعافيه. وبيسقف كده بايده وبيخفي كده الضباب، وبيلاقي كده ناريتو نفسه كده قدام اخته وهي صغيره، وايشو كده بيقول له جه الوقت انك تفتكر يا صاحبي. وبيبدا كده جسم تريوتو كده يصغر وبيبقى كده طفل، وبيقعد كده تريوتو كده يلعب مع اخته، وهو بيعلمها كده ازاي اصلا تستخدم البطاقات وازاي تلعب وكده. وكان دايما بيهزمها، بس جت في مره كده انتقلت ليها كده مستوطنه غريبه وبطاقات غريبه كده، ومن ساعتها حرفيا عماله تحط عليه وهو بقى هفق حرفيا. ياخدوا كده ايشو المشهد تاني بيقول له بص يا اسطى من ساعه اليوم ده انت اصلا بقيت هفق وبقيت بتتغلب من اختك على طول يا هفق. مش عارف هو بيستغل الموقف عشان يشتمه ولا ايه بالظبط. بيتاثر كده تيروتو من كتر كلامه وان هو بقى بيخسر، فبيبطل لعب معاها. وبعدها فتره بقى طبعا هي كانت بتفضل تقول ان هي عايزه تلعبه، بس هو كان بينسحب وما كانش بيرضى اصلا، لان ما عادش عنده قلب، لان هو بقى بيتنفخ حرفيا منها بلا اي مبالغه. الهيبه اتكسرت وهو خسر
بتكبر وفجأة كده بتتغير لون شعرها وبيتخض كده تيروتو كده على اخته، وفي نفس الوقت ده بيضطروا اصلا ان هم ينفصلوا عن بعض بسبب الحوارات دي، وتبقى واقفه كده قدامه وهو بيديها ظهره كده وبتقول له احنا ممكن اصلا ما نشوفش بعض تاني، ايه رايك نلعب كده مباراه اخيره؟ وبعد فتره كده من عياطها بيوافق كده وبتفرح هي جدا وبتصحى كده تاني يوم وبتدور على بطاقتها اساسا بس مش بتلاقيها، وبرده مش بتلاقي تريوتو. وعلى الناحيه التانيه تريوتو كان بيخبي بطاقه اخته كده، ومن ساعه اليوم ده اصلا فضلت اخته تتطور لحد ما بقت ملكه اللعبه حرفيا. وبيكمل كده ايشو وبيقول له دلوقتي يا اسطى انت افتكرت كل الذكريات، ليك القرار بقى دلوقتي ان كنت اصلا عايز تواجه اختك اللي هي الملك ولا لا. ويروح كده تروتو على المكان اللي كان مخبي فيه كروتها كده وفعلا بيطلعهم وبيعيط كده وبيبقى زعلان، وبيرجع كده الخيمه وبيلاقي البنات مستنيينه هيجيب معاه مخبوزات لانه اصلا طبعا مدمن مخبوزات ودايما بيعمل الحركه دي، ولكن بيبقى معاه 3 بطاقات. فبيقول لهم كده انا هروح اجيب لكم المخبوزات، فبتقول كده ساكورا استنى بس انا هاجي معاك عشان انت اصلا بتتوه لوحدك، الله يخرب بيتك فكرني بزورو اساسا في وان بيس. فبيقف كده ويفتكر ان اخته اصلا كانت على طول بتقول له نفس الكلمه، ويقول لها كده عارف انا محتاج بطاقتين بس كمان وهقدر اواجه الملك، ولكن من كتر التعب بيقع علشان جعان حرفيا ومكلش. وبنعرف كده ان ايجوموتشي كده اللي بيكون بيراقب تيروتو بسبب انه بيكره الملك، وبنعرف كده ان اخت ريوتو كده تعبانه وممكن تموت قريب. فبنرجع لساكورا كده اللي قاعده اصلا مع هيوري وبياكلوا اصلا، وبتقول كده هيوري انت مش ملاحظه كده ان تيروتو اصلا بقى مهتم بجمع البطاقات؟ وساكورا كده وهي ماشيه كده عشان تلحقها بتلاقي كده شاب بيقع منه منديل فبتديهوله، بس الشاب ده اصلا شايفها وشايف حواليها كده حبه فراشات، شكله ان هو يقع في حبها ويتجوزها او حاجه. وبنروح لتريوتو كده اللي بيكون اصلا مش فاضل له غير بطاقه واحده وبعدها كده يقدر يواجه الملك، وبيكون خصم تريوتو كده هو نفس الشاب اللي كان معجب اصلا بهيوري، وبيكون كده فاضل له كده بطاقه واحده هو كمان عشان يواجه الملك. وبيقول كده انا اسمي اصلا سايكي. ايه يا اخوانا سايكي ايه؟ مش عارف انا حاسس ساكورا وساسكي مش عارف ليه في الانمي ده، بس هو سايكي يعني عايش اغير حرف. بيفكرني بذكائي والله العظيم لما غيرت اصلا اسم القناه من دليفري انمي لانمي دليفري، انا كده اليوتيوب مش عارف يقول انت تاني، لا ده انت بقى مكتوبه لي بقى. وهو عمال يلقح كده بالكلام علشان يحكم على البت عشان يتجوزها، بس هي بتقول له انا اسفه والله بس انت مش من النوع المفضل يعني. المهم بتقول له خلينا اخوات، وبتبدا كده المبارزه وبيراهن كده تيروتو على كل البطاقات اللي معاه كالعاده، وبيراهن سايكي كده هو كمان بكل بطاقاته. ايه ده انت كمان سيمبي زيه؟ ماشي. وبيبدا كده كل واحد بيستدعي كده المساعده بتاعته، وبيفعل سايكي كده مستوطنته كده عباره عن قلعه تلج والحمم، وبيستخدم كده بطاقه قويه جدا وبيفضل كده يهاجم يقضي على بلوم من اول جوله حرفيا. وبسبب التنين اللي استدعاه كده بينقص تيروتو اكتر من نص نقاط حياته. بيبدا كده تيروتو يستدعي كده عزيمته، بيقول كده طيب يا نجم اللي فات كان تسخين واللي جاي ضرب تنين كالعاده هي جملته المشهوره. وبيرد تيروتو وفعلا المباراه اصلا مولعه كده ضرب بنار من ناحيتين، ده يضرب ده يدافع. ايه يا جماعه الشغل الفاخر اللي من اخر ده؟ ما تعمل لايك يا اسطى ولا هو ايه بالظبط؟ تارك يابا كده علشان صحصح كده الكلام، انا واحد بتعب لك هنا يعني المباراه حلوه وانا لا. المهم كده سايكي ما بيلاقيش قدامه كده غير فرصه واحده، وبيقول انا لازم استغل الفرصه دي ولا شكلي هيبقى وحش قدام البت هيوري، انا عايز اشقطها. وبيهجم كده على تيروتو، وتيروتو كده بيقول خلاص يا حلو المباراه خلصت خلاص من بدري، وبيهجم ببلوم كده وبيقدر يهزمه وياخد كل بطاقاته حرفيا. وبتبدا كده البطاقات تتجمع في ايد تيروتو، وبيبدا كده يتحول الفلوس والنقط الحاجات اللي هو بياخدها دي المفتاح، وهو ده مفتاح القلعه اللي هو هيروح علشان يواجه بيه اخته. ويبدا سايكي كده يقول عايش عليك يا اسطى بس انا لو قابلتك تاني هغلبك حرفيا وهحط عليك وانت يا عيوري، حاولي تديني فرصه تانية بالله عليك يا الله انا انفع يعني، ما بالله عليك بالله عليك خروجه واحده طيب بس. فهي هنا بتحس بذنب كبير قوي، فبتقول له طب خلاص انا بحب الناس الاجتماعيه يعني انت اقل من 47 صديق يكون عندك رجاله انا مش هصاحبك. انت فعلا حاسه بالذنب ولا بتعجزي الواد ولا ايه بالظبط؟ لا عنك ما جيتي اساسا يلا في 60 ده انت شايفه نفسك على ايه؟ والسؤال الاهم انت هتعملي ايه مع ال 47 زميل دول ان شاء الله يعني؟ انا بحاول اصفي النيه بس انا نفسي افهم هي قالت ليه يعني 47. المهم كده تيروتو بيدي كده ساكورا المفتاح وبتاخد كده المفتاح وبتجري وبتبني كده حاجز المعركه اللي بينهم. اصلا شكل البت دي سرقته اصلا وهربت ولا ايه يا جماعه؟ وبتجري كده وبتقول انا ليه ما قلتش لتيروتو اصلا الحقيقه؟ انا اساسا برضه اول ما صحيت ما كنتش فاكره اي حاجه حرفيا، واللي لقاني اصلا هو ايشو. كنت عمال اسال نفسي انا ما بجوعش ولا بنام، وبتكون مش فاكره كده غير المعركه واحده بس. فبيرد انت بعد ما قتلت الملك كان ليكي امنيه بس ما اتحققتش، فعشان كده
انت موجوده دلوقتي بروحك، اما جسدك الاساسي اساسا اللي هو البشري موجود في البرج، والملك هو اللي سرق جسمك. وانت طبعا عارفه ان الطريقه الوحيده انك تدخلي البرج هي انك تجمعي المفاتيح، بس انت مش هتقدري تواجهي الناس دي كلها، فعشان كده دورت على حد اللي هو اساسا تروتو. ومن الوقت ده بدات تدوري على حد عشان يجمع البطاقات اللي اصلا لقيتيه بالصدفه. وبنروح كده نشوف ان تروتو اصلا وهيوري قاعدين مكتئبين جدا، فبيجي كده انجو بيبقى كده جاي يحتفل، فبيقول كده مالك كده يا عم الكئيب. بنروح كده ساكورا وهي واقفه كده قدام البرج، بيكون كده انجو مصدوم ان ساكورا سرقت المفتاح وهربت، فبيقول كده يا بنت الجزمه يعني خدت المفتاح وجريت، طب خدينا معاكي. وبيقول كده تروتو ان مش متضايق منها، انا خايف عليها بس لا يحصل لها اي حاجه من الملك. والله بقى كل واحد اضرب اخته، انت شكلك اختك واطيه وهتموتها. وبتوصل كده ساكورا عند الملك وبتقول كده بقول لك يا بنت انا جاي اتحداكي عشان ارجع جسد اللي انت سرقتيه من زمان. فبتوافق والنظام بيقبل تحدي ساكورا اللي هو اصلا اجبرها ان تقف في الوضعيه دي والمكان ده من اول لقطه في الانمي. وبتبدا كده المعركه وبتهجم كده ساكورا بكل قوتها، ولكن كيكي كده بتكون مستعده ومش متاثره باي هجوم خالص. وكيكي اصلا تفضل تلومها على انها اصلا استغلت تروتو وضحكت عليه مع اخويا برضه، انت حراميه يا بت واستغلتي الواد صح، ده انا كنت مستنيه هو. وبتستخدم كده ساكورا المستوطنه بتاعتها وبتهجم كده وبتقدر تدمر دفاعات كيكي حرفيا، وبتستخدم كده كيكي بتاعها عشان تدافع. فبتقول كده ساكورا هو انت ليه عماله تدافعي بس ما تهجمي يا بنتي. فبتغير كده شكل كيكي وبتقول شكلك كده كنت مبسوطه مع تروتو، بس سؤال بس هو كان بالنسبه لك ايه؟ وما بتردش عليها، بتهجم كده ساكورا وبتبدا تضرب فيها ويحصل هجوم كده حرفيا جبار، والاتنين بيهجموا على بعض. وبيوصل كده تروتو واللي معاه كده قدام البرج وبيحاولوا يكسروا باب البرج بس مش بينجح ولازم المفتاح. فبيظهر كده ايشو بيقول له يا اسطى انا عندي ايه حل، تشوف ماضيك ولا مستقبلك. وعلى فكره انت مش محتاج امنيه علشان تعرف الماضي بتاعك او المستقبل، لان انا عارفهم الاتنين اصلا وممكن اقول لك عليهم دلوقتي حالا. بس بقول لك ايه، انت مش هتبقى سعيد من الاتنين الصراحه يعني. فتروتو كده بيقول له هو متعصب يلا دلوقتي بس عايزك توديني لساكورا وافتح اللي بتاع ده، مش عايز حاجه تانية ولا عايز اعرف لا مستقبل ولا ماضي. ونروح ساكورا اصلا واخت تروتو اصلا مرمطاها حرفيا عماله تدمر دفاعها اصلا. نعرف ان ساكورا اصلا مجرد جزء من كيكي. ايه العظمه دي يا جماعه، الانمي ده عظمه حرفيا. بتفضل كده كيكي تدمر كده في نقط حياه ساكورا لحد ما بيفضل اصلا نقطه واحده. وبنلاقي كده تروتو واقف وراها وبيقول خلاص يا ساكورا بقى وقفي المباراه دي. فبتقول له هدفي وجسمي وكل حاجه اصلا عندي مزيفه، انا حرفيا عباره عن آلة، هو انا روبوت ولا ذكاء اصطناعي ولا ايه بالظبط؟ فبيقول كده تروتو انت مش مزيفه، انت الوحيده اللي اصلا من ساعه ما وصلت هنا بترشديني على كل حاجه. فاصلا بنشوف كيكي كده واقفه بتتنطط وزعلانه قوي، انت اخترت ساكورا وسبت اختك يا واطي يا ابن الواطي. بعدين احنا الاتنين واحد اساسا، لان انا سرقت اصلا الجسد بتاعها لما عرفت ان هي قويه وعرفت تهزمني قبل كده، فسرقت قوتها وجسدها وحتى روحها اللي هي لسه فاضله دلوقتي هخفيها. كل ده بسبب النظام اساسا اللي حاول اساسا يرجعها ويحميها شويه، وفي اشخاص فضلت تحميها، هعرف الاشخاص دي كمان وهقتلها. وبعدين دي البت دي هتختفي اصلا وبتهجم كده عليها الهجوم الاخير، وبيجي كده تروتو عشان يلحقها ولكن بتختفي من قدامهم بوم حرفيا. وفاضل كده بتبدا تزيد قوه كيكي وبيمسك كده هدوم ساكورا اساسا وبيديها كده لهيوري وبيروح كده لكيكي، وبتبدا كده المباراه وكل واحد كده بيستدعي المساعده بتاعته. وبتقول كيكي كده انا هدمرك يا تروتو وهقطعك وهرميكي اصلا زي الكلاب. وفي اللحظه دي بيفتكر كده تروتو ذكرياته الغريبه وبيلاقي كده نفسه بيخرج من انبوبه كده وكانه كائن فضائي، وبيلاقي كده روبوت بيقول له اهلا بيك يا تروتو ومبروك انت امنيتك اتحققت بعد مواجهتك للملك ورجعت بصوره استثنائيه. وبيطلب تروتو كده ان هو يقابل النظام لانه اصلا واجه الملك وفاز عليه، وفعلا بيروح عشان يقابله. فبيقول له كده الروبوت الرئيس كده تخلى عن جسمه وهو موجود جوه اللعبه، بس هو بيتكلم من خلال الآلة اللي قدامك دي. وطبعا بنعرف ان اصلا تروتو كان موجود في العالم ده من زمان خالص وكان احسن واحد فيه حرفيا، ما كانش فيه اصلا اي حد بيعرف يهزمه نهائيا، حتى فاز على الملك اللي كان موجود في اللعبه في الوقت ده، لدرجه ان صاحب اللعبه وصاحب العالم ده اساسا قرر ان هو يصحيه اساسا من كتر العظمه، وان هو اصلا فشيخ فشخول اساسا وقوته جباره. وهو جابه هنا تاني عشان يخليه هو الملك اساسا وينفذ كل طلباته ويتحكم بالعالم اللي موجود دوت ويموت الناس او يحيي الناس. والتاني مفكر نفسه اله وبيتحكم في القدر وعايز يقتل اللي يقتله ويحيي اللي يحييه اساسا. ولما تروتو بيعرف ان اخته كمان هتموت في المخططات بتاعته اللي هو عايز يعملها بيرفض كل حاجه وبيهرب. فبيحاول كده تروتو يهرب من شويه روبوتات المتجمعه اصلا عليه وبيحاول يجري وبيوصل كده عند مكان
كده غريب، بيلاقي ناس كتير جوه الانابيب، بيعرف ان الناس اللي نايمه قدامه اصلا في الانابيب دي كلها اساسا عايشه في وهم، وان المدينه اللي بيصنعوها اساسا واللعبه والهبل ده كله عباره عن وهم، وهم مش عايشين في الحقيقه اساسا. وبيوريه كده الملك الحالي دلوقتي وهو بيتسحب منه الطاقه حرفيا، يا دوبك بيموت بيحتضر قدامه. وبنعرف كده ان اصلا النظام ده بيبقى قائم على قوه الملك الحالي، وعلشان كده اساسا بيضحكوا على الناس وبيقولوا ان في امنيه هتتحقق لو هزمت الملك. وده طبعا عشان هم عارفين ان الملك هيموت وعايزين يجددوا الملوك كل شويه علشان يسحبوا طاقتهم عشان يفضل النظام قائم. بيعرف ان طبعا كلهم كان بيتلعب بيهم، حتى كيكي بيشوفها قدامه اساسا وعباره عن وهم. والنظام ده او الشخص اساسا اللي بيتحكم بكل حاجه هو اختارهم هما الاتنين ان هما اساسا اقوى اتنين حرفيا، لان هو لو فوقها بالعافيه وطلعها من الانبوب هتموت برضه، فلازم يهزمها جوه الاول وبعد كده ينفع يطلعها. وبيعرف ان هو لما اختار في اول مره خالص ان هو ينسى الذاكره وينتقل لعالم تاني كان بيضحك عليه، وانه كان مجرد دميه في ايد واحد يعتبر نفسه اله وهو بشري زيه ولا اي حاجه زياده ولا اي حاجه ناقصه، وكان بيضحك عليه. فبيقرر ان هو يرجع علشان ينقذ كيكي وبيخش بنفسه اساسا، وهي دي الذاكره اللي هو نساها. وان هو اصلا قرر يخش العالم ده مرتين، والمرتين كانوا باختياره، مره عشان ينسى والمره التانية عشان ينقذ اخته. وبنرجع نشوف المعركه تاني مع تريوتو كده وكيكي، والراجل اساسا فرحان جدا. وروني كمان ايه العظمه دي، وبيهجموا كده على بعض وعاملين كده نقصوا في حياه بعض هما الاتنين، ولكن تريوتو كده بيفعل مستوطنه الجديده بس شكل القديم احسن على فكره، وبيستدعي بروم كده والفارس الاسود برضه. كيكي كده بتستدعي المستوطنه الجديده بتاعتها وبتستدعي كده وحش وبتهجم كده عليهم وبتدمر الفارس، ويقف تريوتو كده هجومها اصلا باستخدام بلوم وبيهجم كده عليها، وبتقدر كده تستخدم مهاراتها وبتقول كده دي اخر مباراه اصلا يا تريوتو فاستعد انك تخسر، وبتستخدم كده اقصى حد فبطريقتها كده بتدمر بلوم وبينقصوا كده 5 نقاط حياه، وبيبقوا كده فاضل لهم نقطه واحده. بيقول لها انا رجعت لغايه عندك بس مش عشان انقذك خالص، لا ده انا كنت عايز اعتذر لك على اللي انا عملته فيكي قبل كده. وبتقول له كده انت بتعتذر على ايه الافوره دي يا ابني في ايه؟ فبيقول لها كده انا بعتذر على اني سبتك ولون شعرك اتغير، وهي طبعا مش فاهمه اي حاجه ولا عارفه ان هي اساسا جوه لعبه. بس ما تقلقيش انا هساعدك. وبيجي كده اخر دور لتريوتو كده وبيستدعي كده تنين وبلون كده والفارس الاسود، بيقول اللي فات اصلا كان تسخين واللي جاي تنين، وبيهجم كده عليها هجوم ورا التاني، وبتفرح كده كيكي وبتعيط اصلا من الفرحه بسبب ان تريوتو طبعا بيلعب معاها بقوه، هي اصلا عايزه تلعب من زمان. وبيهجم كده تاني وكل واحد فيهم فاضل له اصلا نقطه حياه واحده، وبتستخدم كده بطاقتها عشان تكسب وبتدمر كده الفارس الاسود. وبتستدعي هيورا كده مساعده كيكي، واخته كده بتقول له البطاقه اللي انت بتستخدمها دي غش اساسا، فهنا بيقول لها عادي قشطه انا غشاش عادي. وهو بيستخدم كل بطاقاته عشان يهجم وبيدمر اخر نقطه حياه عندها، وبتنتهي كده المعركه بفوز تريوتو. وبيطلع الشخص ده اللي هو ماريو اساسا هو القائد اساسا، وهو الروبوت اللي كان لونه احمر اللي كان في بدايه الانمي. وبيقول انا ما قلتش ان انا هرجعكم، كنت بكدب عليكم اساسا عادي خالص. وبيحاول يسحب اخت تريوتو كده وبيقول هنيمكم وهنسيكوا كلكم من اول وجديد تاني عادي خالص. فجأة كده بيبدأ البرج يحصل له كده خلل، والنظام بيبدأ يسحب كده تريوتو وبيبعد كده كيكي عنه، ولكن بتظهر بلوم كده وبتحرر كيكي، وبيفضل كده يحصل خلل كتير كده. وبيروح هينجو كده لعند ايجيموتشي كده وبتحاول كيكي كده تنقذ تريوتو اصلا، وبيقول لهم كده ما انا ما قلتلكوش ان هرجعكم. وبيواجه كده انجو وايجيموتشي كده وينهار النظام، وبتصحى يوري كده وبتلاقي ايشو كده قدامها، وبتلاقي عالم واسع حواليها، وبتلاقي كده البرج متحوط حرفيا بحاجات كتير. بفهمها كده اللي حصل وان النظام اصلا خد تريوتو تاني وهينسيه ولازم نروح ننقذه بسرعه. وهي دي اساسا احداث الجزء التاني اللي هيحصل، وده الجزء الاول بالكامل، وفعلا حرفيا لخصتهولكوا بالكامل في حوالي ساعه او ساعه الا 10. ولو الانمي عجبكم نزل لكم الجزء التاني بعدها بيومين 3 عادي خالص، بس المهم ان انتوا توصلوا ل 5000 لايك وانا هعمل لكم الجزء التاني في ثانيه. ويلا ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناه علشان القناه جديده. ويلا سلام.